طالما انت اللي اخترتها اكيد هتكون كويسة. وانا فعلا وصلت لسن الجواز ومفيش واحدة في دماغي، فخلينا اجرب وان شاء الله تطلع بنت اصول وكويسة. فهد ابتسم وقال: تسلم يا ولدي وتعيش. حس كده، اعملوا حسابكم الفرح هيكون الاسبوع اللي جاي، لان عمهم هيطردهم، فلازم نعجل في الدخلة وكتب الكتاب. مبروك يا ولاد. وبنشوف هنادي كانت عمالة تعيط وهي ماسكة صورة جوزها بعد ما لبست فستان الفرح. وفي اللحظة دي دخلت نوارة اللي كانت لابسة فستان فرحها هي كمان، لكن عيطت على عياط أختها. هو في ايه يا نوارة؟ مالك بتعيطي كده ليه؟ أنا مش عايزة أتجوز. إذا كانت أختنا الكبيرة وسبق واتجوزتي وبتعيطي عشان هتتجوزي تاني، هو الجواز وحش للدرجة دي؟ لا، خلاص، أنا مش عاوزة أتجوز، ولا فلوس ولا جواز ولا دار حتى. في الوقت ده تقى دخلت وهي بتضحك عليها، وكانت لابسة فستان فرحها هي كمان. واحنا اللي قلنا انت الوحيدة اللي فينا هتكوني شجاعة ومش خايفة؟ بتعيطي ليه من أولها يا بيت؟ أمال أفرح زيك وأقعد قدام المراية وأتزوج بالساعات كأنه فرح بجد، ومش عارفين اللي فيها إن إحنا مغصوبين عليهم، إحنا والعرسان كمان. أنا مش فرحانة عشان هتجوز قاسم بالذات، أنا يعني فرحانة عشان في النهاية بنتك في أي بنت، والفرصة دي مش بتيجي إلا مرة واحدة، فليه ما فرحش يعني كيف كل البنات؟ أقل مني يعني ولا إيه؟ هو حد جاب سيرة قاسم؟ انت اللي اعترفتش على نفسك وفاتحة روحك من أول ما العمدة قال هيجوزنا لعياله. مش عارفة عاجبك على إيه؟ هنادي مسحت دموعها وقالت: محدش قال إنكم أقل من حد، افرحوا فعلا واتبسطوا. أنا رغم إن أنا زعلانة على اللي إحنا فيه، بس فرحانة إنكم اتجوزتم. هو العمدة فهد وعدنا إن هيفضل مسؤول عنا حتى بعد الجواز. إن شاء الله ربنا يسعدكم ويعوضكم خير. طب لما هي الحكاية كده بتعيطي ليه يا هنادي؟ مش قادرة أصدق اللي أنا بعمله. معقولة هتجوز بعد صالح وهكون لراجل تاني؟ أنا وعدته قبل ما يموت إن محدش هيلمسني بعده، وربنا يقدرني وأحافظ على وعده للنهاية لحد ما أروح له. وبعد فترة كتب الكتاب تم، وكل واحد شاف عروسته. هشام بص على نوارة وكانت الوحيدة المنتقمة ما بين اخواتها، فقال بضيق: هو اشمعنى أنا عروستي الوحيدة المنقبة فيهم؟ شكلها كده مش حلوة كيف اخواتها. هو انت عينك ليه بتبص عليهم أصلا وتقارن وحشين ولا حلوين؟ خليك مع عروستك، لما تقفل عليك باب واحد هتعرف شكلها، لكن عينك ما تروحش على الباقيين، وبالذات مرتي هنادي. يا عم اهدى، انا بقول في العموم يعني. هو انا برضه هبص على مرات اخويا؟ وبعدين مالك سرحان كده فيها من اول ما شفتها؟ هو انت مش اول مرة تشوفها ولا ايه؟ قاسم اخوه رد بسخرية وقال: ما هي دي ست الحسن اللي كان هيموت عليها ويروح لها وهو صغير، كان بيروح يقعد يتفرج عليها وهي في دارها، وهي ولا بتاخد بالها منه ولا معبراه، واتجوزت وخلفت وهو برضو كان لسه حاطط امل عليها. خليك في حالك يا قاسم. وبعدين اسمها أرملة ودلوقتي بقت مرتي، يعني ما تجيبش سيرة جوازها اللي فات ده خالص، وركز أحسن مع عروستك. قاسم بعدم مبالاة: وحشة ولا حلوة لنفسها مش فارقة ليا، أنا كده كده قلبي متعلق بغيرها. وفي اللحظة دي كلهم سمعوا صوت العمدة وهو بيقول بابتسامة: يلا يا ولاد، كل واحد ياخد مراته على اوضته. هو انت يا هاشم خد معاك نوارة وروح على دارك. هنيدي مسكت في ايد بنتها وقالت: لا، محدش هياخدها مني، اصلها مش هتسكت غير وهي معايا. هو ده يصح برضك؟ اشحال لو ما كنتش متجوزة بلكده وعارفة اللي فيها. سيب البت معايا تنام، مش هاكلها يا اختي، وبكرة هرجعها لك كاملة ما تخافيش. انا والله مش قصدي كده، بس مش عاوزاها تتعبك. طب سيبينا نيمها، وبعد كده هبعد عنها واسيبها لك. بدري كان متابع اللي بيحصل، هو قرب وقال: خلاص بقى، سيبيها وياها شوية تنيمها وبعد كده تدخل معايا. من أولها كده يا عريس؟ ماشي، اتفضلي نيميها وشهلي شوية، مش كفاية الواد واخدك وانت مش بنت بنوت كمان؟ هتأخري يدخل دنيا كيف كل الرجالة واخواته وابن عمه. هنيدي ما ردتش على كلامها وخدت بنتها تنيمها فعلا، وبدر بص لوالدته بدقيقة علشان تسكت. وبنروح عند قاسم، أول ما لقته دخلت الحمام علشان تغير، اتصل بحبيبته واللي كان حريص ما يجيب لها سيرة إن اتجوز، لكن في وسط الكلام سمع صوت راجل بيقول لها: يلا اقفلي وتعالي. هي صوت الراجل اللي وياكي ده؟ هو انت مش قلتيلي في أول المكالمة إنك روحتي وكنت لسه هتنامي؟ يبقى بيعمل معاكي إيه؟ فهميني. ها؟ ده صوت التلفزيون،
الراجل مين؟ ما تحترم نفسك يا قاسم. انا كده هبتدي ازعل منك على فكرة، عشان دي مش اول مرة تقولها لي. طب كويس انك عارفة ان دي مش اول مرة. ان اخد بالي من حاجة كيفك دي. افتحي الكاميرا طيب وخلينا اشوف بتعملي ايه. لا بقول لك ايه يا قاسم، مش كفايه مقعدني جنبك؟ هو الاسم هنتجوز واهلك مش موافقين؟ بتتحكم في حياتي بتاع ان شاء الله. اجيب اللي اجيبه هو اخرج مع اللي يعجبني. انت اصلا بقالك كام يوم مش بتديني الفلوس اللي انا عاوزاها. لما تديني بقى وقتها ابقى اكلمك. قاسم اتعصب، هو قال بصوت عالي. هفهم من كلامك ان لو مش معايا فلوس تعملي اللي على مزاجك عادي. تجيبي واحد غريب دارك عادي. الظاهر ان اهلي كان معاهم حق. انا وانت مش مناسبين لبعض. بس للاسف انا حبيت واحده ما تستاهلش. واقول لك على حاجه كمان. انا دخلتي الليله وحلمس غيرك وحنساكي. ملعون اليوم اللي حبيتك فيه. قاسم قفل التليفون بغضب شديد ولف وتفاجئ بطاقة قدامه، وكانت عيونها مليانة دموع. في ايه؟ انت كمان واقفه كده ليه؟ ابدا، عرفت بالصدفة ان جوزي بيكلم عشيقته يوم فرحنا. للدرجة دي مش قادر تبعد عنها؟ طب لما انت في واحدة تانية في حياتك اتجوزتني ليه؟ قاسم اتوتر شوية لكنه قال بعند. هو انا لحقت اشوفك ولا اعرفك عشان اقولك بحب غيرك ولا قبلك؟ على العموم خلاص، طالما سمعتي الكلام اكيد سمعتي كمان ان انا طلعتها من حياتي وبقيت ليكي لوحدك. افرحي بقى. لا والله، كتر خيرك. مش عارفة اردلك الجميل ده ازاي. هو اي حاجة تيجي منك والسلام، مش كده؟ حد قالك ان انا ما عنديش كرامة عشان اقبل بوضع كيف ده؟ طلقني يا قاسم. ايه؟ اطلق مين يا مجنونه؟ هو احنا لسه اتجوزنا؟ انت عايزه تفضحي نفسك والناس يقولوا طلقها ليه يوم فرحها؟ مش فارق معايا، وحياة الحب اللي انا حبيتهولك من غير ما حتى اقرب منك هو عرفك زين، هحوله جوايا الكره ملوش اول ولا اخر عشان تعرف تكسرني. يلا طلقني بقولك. قاسم اتفاجئ انها بتحبه وقال بضيق. هي اسطوانه حفظتيها؟ اسمعي يا بنت الحلال، لو عاوزه تتطلقي فعلا يبقى مش دلوك، هو ده لمصلحتك. انا مش بكلم عيله صغيره ومش عارفه كويس ان حاجه كيفك دي لو حصلت فيها اذيه ليها ولاخواتها. وبعدين هتروحي فين؟ حسب اللي اعرفه ان عمك خلاص خد كل حاجه، فياريت ترجي بنصيبك بقى. هو انا قلتلك خلاص طلعتها من حياتي، عاوزه ايه اكتر من كده؟ تقف فكرت شوية في اخواتها وحست ان معاه حق فعلا، لكن كلامه ضايقها تاني وقالت بطل تكلمني بالطريقة دي، كأنك بتعمل فيا جميلة. هو مش حاسس ان انا مراتك وليا حق عليك؟ هو لازم تحترمني. على العموم خلاص، هو اخرنا شهر بالعدد وملكش صالح بيا طول ما احنا قاعدين مع بعض. قاسم بصلها بسخرية لما لقاها شدت المخدة واللحاف، لكن نقاش لما لقاها بتدهم له وقالت ببرود اتفضل شوف لك اي حتة تنام فيها بعيد عني، عشان انا عاوزة انام على السرير لوحدي. هو مين قالك ان هسمع كلامك واسيب لك السرير؟ اسمعي يا بت انتي، السرير يكفينا احنا الاتنين. عاجبك تنامي كده براحتك، مش عاجبك خدي انتي اللحاف والمخدة وروحي نامي في اي حتة تانية. انا لو اخدتهم ورحت نمت في اي حتة هروح اطلع بره الأوضة، وساعتها حماية العمدة هيسألني في ايه، وهو نبه عليا قدامك لو زعلتني اروح اشتكيله، وهو ساعتها مش هيسكت. ايه رأيك بقى لما اروح اقوله انك بتكلم عشيقتك يوم فرحنا؟ يا ترى هيعمل ايه؟ قاسم بصلها بغضب شوية وشد منها الحاجة وراح ينام فعلا هو بعيد، وهي قعدت على السرير وبصت له بانتصار. هو بنروح عند هاشم ونوارة. هاشم خبط على الباب، بيبص حواليه بغيظ وقال هي نوارة افتحي الباب، عيبك ده. هو انا لسه عملت حاجة؟ ده انا يا دوب برفع النقاب رحت جريتي قفلت عليكي وسبتيني. لا، انت عاوز قلة ادب اكيد. هو انا مش هفتح لك؟ هو انت فاكر عشان جوزي هسمح لك بقلة الادب دي عادي كده؟ هو ده مبرر يعني؟ قلة ادب ايه؟ هو انا عملت حاجة؟ ده انا يا دوبك رفعت النقاب وشفت شكلك بس. طلعتي كيف القمر واحلى واحدة في اخواتك كمان، وعرفت فعلا ان ليكي حق تداري الجمال ده كله اللي بقى ليا لوحدي خلاص. ما هو عشان كلامك المستفز ده مش هفتح. شفت؟ اديك اعترفت على نفسك انك مش محترم ونيتك مش كويسة. انت ما شفتش روحك بتبصلي كيف اول ما رفعت النقاب؟ يخرب بيت عقلك، هو ما حدش فاهمك ولا ايه؟ هي نوارة احنا مش في البيت لوحدنا، امي معايا. هو دلوقتي هتيجي على الصوت وهتبقى فضيحة بحج. يعني الناس دي اللي هتيجي الصبح تبارك اقول لهم ايه؟ شفت وشك بس؟ ده حتى تبقى عيبة في حجي. هو انت عاوز تشوف اكتر من كده يا قليل الادب كمان؟
هو ده آخرك عندي أصلا؟ في اللحظة دي قربت والدته باستغراب، وهاشم حس بتوتر وحرج. هو في ايه يا ابني؟ مالك واقف كده ليه؟ ده انا سامعة صوتك من تحت. هو انت زعلت مرتك من اولها يا ابني؟ ده البت يتيم. وعمك وصاك عليها. نورة فتحت الباب وقالت باستنجاد: أمك قالت لك بنفسك بدل ما تحميني عاوز مني قلة أدب؟ شوفي تربيتك يا خالتي. هاشم وشه احمر بحرج معرفش يقول ايه، وقالت بتفهم: طب انزل انت تحت شوية اعمل أي حاجة وسيبها لها فهمها. الظاهر اخواتها نسوا يفهموها اللي بيحصل في أول ليلة. وبعد مرور 3 أسابيع جمالات كانت قاعدة متضايقة من نظرات بدر الهنادي، وقالت بغيرة: هي اختك تقع هتعمل فيها عروسة كتير ولا ايه؟ من ساعة ما جت ولا شفتها ساعدت في الدار. ما انا بعمل لك كل حاجة بنفسي يا ماما، ولو حاجة ناقصاكي قوليلي. خلي بالك بس من جوزك يا عروسة، بدل ما انت مركزة مع الكل الغريب والقريب وناسية جوزك أهم واحد. هنادي حاولت ما تبصش على بدر اللي كان متضايق فعلا، لكن مش بيبين، لأن كان بالنسبة له كفاية إني متجوزها بعد ما كان بيحبها من بعيد. وبنروح عند قاسم، كان ماسك ظهره بقلم وبص بغيظ على تقى اللي كانت عمالة تحط المانيكير ببرود. مالك يا جوزي؟ اللي بيوجعك سلامتك؟ معلش، هي نومة الأرض كده صعبة على اللي ما بيحسش ولا عندهم دم. خلي بالك أنا مش هفضل مستحمل أسلوبك المستفز ده كتير. ها؟ هو اعملي حسابك المرة الجاية هنام على السرير وانت تخمجي في أي حتة إن شاء الله حتى جنبي. أنا مش عارف خايفة من إيه يعني، ده انت والله أرجل من واحد صاحبي أعرفه. مش فارق لي رأيك، بكرة إن شاء الله لما أتجوز اللي يقدرني بجد ساعتها هو بقى هيعرف إذا كنت أرجل من واحد صاحبه ولا ست بجد. قاسم اتعصب قوي من الكلام وقرب منها بغضب وقال: قسما بالله يا تقى لو سمعتك بتقولي الكلام ده تاني هدفعك التمن غالي. انا عمال اعدي واقول برضك انا اللي غلطان، وعشان كل شويه تهدجيني انك هتقولي لبابا على اللي سمعتيه، لكن ربنا يعلم من ساعه ما اتجوزتك وانا قطعت علاقتي بيها، هو برضك مفيش فايده في دماغك. ما تضحكش على نفسك، انت لولا انك سمعت واحد جنبها ورجولتك نجحت عليك كان زمانك دلوقتي مكمل معاها عادي. هو انا اللي بتوجع فيا؟ فاللي بعمله فيك ده قليل على الوجع اللي انا حاساه منك. قاسم سكت وما ردش عليها، وهي ابتسمت بس بسخريه وبحزن وسابته. وبنروح عند هنادي، كانت قاعده سرحانه وفجاه حست بحد بيقعد جنبها فقامت بفزع. بعدها لك يا هنادي، هو انا كل مره اقرب منك هتعملي كده؟ يا بنت الناس انا دلوقتي بقيت جوزك وليا حقوق عليكي وما ينفعش اللي بتعمليه ده. انا كاتم في قلبي ومش راضي اقول لابوي ولا لاي حد. هو ايه اللي ان شاء الله مش قادر تقوله لابوك ولا لاي حد؟ هو انا كنت قصرت معاك في ايه؟ ما انا شايلاك انت واهلك شايل فوق دماغي، عاوز اكتر من كده ايه؟ عاوزك انت يا هنادي، مش عاوزك تطبخي لي ولا تكويلي هدومي ولا تغسلي لي حتى اي حاجه. في حاجات تانية اهم من الجواز واللي انا كنت بحلم بيها من اول ما عرفت ان انا هتجوزك. ايوه انا بحبك يا هنادي ومن زمان، لكن على رأي اخواتي انت مش معبراني اصلا. حتى لما اتجوزت غيري اتوجعت قوي، بس برضك كان لسه عندي امل تكوني ليا حتى بعد ما جوزك مات. مش قادرة تنسيه وتركزي معايا. هو انا ما استاهلش اتحب زيه؟ هنادي اتصدمت من كلامه ومعرفتش تقول ايه، وبدري بصلها بيأس وضيق ومشى. مر اسبوع ودقة كانت واقفة بتردد مش عارفة تلم هدومها وتروح فين لانها صممت على الطلاق. مش كرامتك نجحت عليكي وقلتي هتتطلقي بعد شهر؟ ادي الشهر عدى، مستنيه ايه عشان تمشي؟ طب ما هو شكله كويس معاكي، كفايه انه صابر على جنانك لحد دلوقتي. مش يمكن ربنا هداه فعلا واتغير؟ ليه ما ادهوش فرصه تانية؟ تقف اللحظه دي بدات تفكر فعلا في الفرصه التانية، لكن لمحته وهي في البلكونه بيتكلم مع واحده ومن شكلها ولبسها عرفت انها حبيبته. ساعتها حست بوجع قوي في قلبها ودخلت جري تدور على اخواتها اللي اتفاجئوا بيها بتعيط بالشكل ده وبتقول: انا عاوزه اتطلق مني دقيقه وهمشي ومش هقعد هنا دقيقه واحده. طب اهدي وبطلها يوم. انا كنت جايه اقول لكم خلاص عمنا رجع لنا حقنا لما لقى نفسه قرب يموت وربنا ابتلاه بالمرض الوحش، يعني نقدر دلوقتي نروح دارنا عادي. وانا يعني بنت البطه السودا والله لا اعمل خناقه مع هاشم وهغضب معاكم ومش هسيبكم. وبنروح في بيتهم. انت ايه اللي خلاكي تسيبي بيتك من غير ما تقولي؟ طب اختك وفهمنا زعلت ليه؟ انت مالك انت ونوره؟
بتغضبوا معاها ليه؟ طبعا ما صدقت عشان تتطلقي وتخلصي مني اول ما عمك رجع لكم حقكم. ما تظلمنيش يا بدر، انا من ساعه اللي حصل وانا حاسه بالذنب ناحيتك. بقيت طول الوقت اشوفك بتعاملني حلو وعمرك ما رفضت لي حاجه، رغم ان انا عمري ما اديتك وش حلو، وده خلاني اتاكد انك بتحبني وما استاهلكش. انا اللي حدد تستاهليني ولا لا، وبعدين فكرك استنيتك كل الوقت ده كله حاجه دلوقتي واقول لا؟ ما كلامك ده اللي بيوجعني اكتر يا بدر. حقك عليا، سامحني، مش هعمل دي تاني والله، بس اديني فرصه تانية وانا هقدر النعمه اللي بين ايديا فعلا. بدر ابتسم اخيرا وقال بامل: افهم من كلامك انك عاوزه ترجعي فعلا معايا، والمره دي هتنسي اللي فات وتبداي صفحه جديده معايا. هنادي هزت راسها بخجل، وبدر ابتسم قوي وطلب منها تلم حاجتها وهو هيستناها بره، وخد بنتها معاه علشان يلعبها شويه في العربيه لحد ما تجهز نفسها. وبنروح عند نواره وهاشم. اخ، سيب ودني بدر، هو انا عيله صغيره قدامك عشان تعاقبني بالطريقه دي؟ والله لكل عمي فهد عليه يا قليل الادب. ما هو انا فعلا بتعامل مع عيله صغيره، من ساعه ما جيت سالتك انا عملتلك حاجه وحشه قلتي لي لا. طب بتغضبي ليه مع اخواتك؟ تردي رد مستفز زيك وتقولي له هو بغير جو معاهم عشان ما بقاش انا الوحيده اللي مش غضبانه. ايه بتغزي العين يعني؟ تحترم بقى نفسك شويه. يعني عاوزني اقعد انا الوحيده واخواتي الاتنين هيتطلقوا وانا حاسسهم بالحسره ان انا معايا زوج ما فيش زيه بيعمل اللي انا عاوزاه رغم اني مطلعه عين اللي جابوه؟ ما يصحش طبعا. يا بت ما تحرقيش دم اكتر من كده. عارفه لولا ان قلبي اتعلق بيكي وحبيتك كنت طلعت عليكي القديم والجديد من ساعه ما اتجوزتك، بس اعمل ايه، بحبك للاسف. وانا كمان بحبك على فكره، بس بصراحه انا غضبت لسبب تاني اكتشفت ان انا اقول لك عليه. انا حامل بسبب عمايلك معايا يا قليل الادب. طب يلا روحي لم حاجتك. وايه حامل؟ يخرب بيتك، هو غضبان عشان مكسوفه تقولي لي مش بقولك متجوز طفله وربنا؟ نورة اتفاجئت بيبتسم قوي بفرحه وقرب منها يحضنها بحب وسعاده، وهي حاولت تكسر خجلها وتتفاعل معاه. وبنروح عند قاسم وتقى. هي تقى حرام عليكي دوختيني وراكي في الدار، هو انا هفضل الف حواليكي كتير كده؟ والله العظيم ما خنتك، اسمعيني. لا كذاب، خنتني ومتحاولش تنكر عشان انا شفتها بعيني وهي معاه. عرفت بقى ان انت الكذاب وعمرك ما هتتعدل، واللي فيه ده مش بيبطلوا صحيح. يا شيخ سبحان الله، في نفس الوقت اللي كنت بفكر اديك فرصة تانية بس ربنا كشفك على حقيقتك قدامي. بجد يا تقى، يعني انت كان ممكن تديني فرصة تانية وتسامحيني؟ قلت كنت، بس قبل ما اشوفك مع الهانم في دارك للدرجة دي مش قادرة على بعدك وجايالك لحد عندك. على العموم بقى اشبع بيها، مش انا برضك شبه واحد صاحبك؟ هو انت ما عندكيش مرايات ولا ايه؟ بذمتك القمر ده شبه واحد صاحبي برضك؟ هو انا في حاجة جبراني على عمايلك السودا معايا غير ان انا مش بقدر اقف قدام وشك الجميل ده واقول لك لا على حاجة؟ برضه مش هتأثر بكلامك، انا كرامتي فوق كل شيء. ولو ما تهدي بقى شوية، هو مين اللي قالك اصلا ان خدك؟ هو انت كنت سمعتيني المرة دي؟ انا كنت بقول لها خلاص، انت بس كل اللي شفتيه انها واقفة معايا بس. عرفتي بقى بتقولي ايه ولا انا برد عليها اقول لها ايه؟ لو كنت ساعتها سمعتيني او سألتيني كنت هقولك انها جاية تلعب عليا تاني، بس انا رفضتها وقلت لها ان انا بحب مراتي ومش هرجع لها خلاص. تقى سكتت شوية لكنها بعد كده قالت برفض، والمفروض بقى تصدق الكلمتين دول صح؟ قاسم اتنهد بضيق ويأس منها وطلع لها التليفون عشان يوريها رسايل ومكالمات بصوتهم وهي بتتحايل عليه يطلقها ويرجع لها، لكنه مصمم ان بيحب مراته وخلاص بعد ما لقى معاها الحب الحقيقي مستحيل يرجع لها تاني. هي اتأكدتي بقى من كلامي ولا لسه مش مصدقاني؟ تقى بصت بتوتر وخجل وما ردتش، وهو قرب منها وقال بحب: يعني بذمتك في حد يبقى معاه الغالي ويروح للرخيص برضك؟ انا عملتها مرة وحرمت علشان خاطري، اديني فرصة تانية. انا تعبت من النوم بقى على الارض ونفسي انام على السرير. تقى اتكسفت قوي من كلامه. بص، هو انت كسرتني ووجعتني كمان، بس للاسف انا بحبك ومسامحاك. قاسم ابتسم قوي بفرحة وقرب منها بعد ما بص حواليه باهتمام وقال بخبث: هو واخده بالك ان اخواتك خلاص اتصالحوا ومشوا؟ كل واحدة مشت مع جوزها واحنا بقينا لوحدنا في الدار. لما تيجي كده توريني السرير عندكم اكبر من اللي عندنا ويسعنا ولا لا؟
تقى ما قدرتش تمنع ضحكتها. وقاسم ابتسم قوي وراح علشان يقفل الباب، وبعد كده قرب منها. وبعد سنين طويلة فهد كان واقف بيبص على ولاده وأحفاده، وكل واحد واقف مع مراته وعياله وفرحان بيهم. وهو بيفتكر قد ايه مروا بحاجات صعبة علشان يعرفوا قيمة بعض فعلا. ودلوقتي مبقاش حد قادر يستغنى عن التاني، بالذات بعد ما بقى عندهم عيلة كبيرة وحسوا بقيمة الضنا وانهم يستاهلوا فرصة تانية علشانهم، ولسه بيشوفوا تجارب ويتعلموا، وهي دي اصلا الحياة. لكنهم راضيين بحلوها وبمرها طالما جنب بعض في النهاية. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا. اتمنى انها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم يبقى بسرعة تدوسوا على زرار الاشتراك وتفعلوا جرس الاشعارات. ولو عاوزين اسمكم في القصة اللي جاية يا ريت تكتبولي تحت في التعليقات. رحت جريتي قفلت عليكي وسبتيني. لا انت عاوز قلة ادب اكيد، وانا مش هفتح لك. هو انت فاكر عشان جوزي هسمح لك بقلة الادب دي عادي كده؟ هو ده مبرر يعني؟ قلة ادب ايه؟ هو انا عملت حاجة؟ ده انا يا دوبك رفعت النقاب وشفت شكلك بس. طلعتي كيف الامر، واحلى واحدة في اخواتك كمان، وعرفت فعلا ان ليكي حق تداري الجمال ده كله اللي بقى ليا لوحدي خلاص. ما هو عشان كلامك المستفز ده مش هفتح. شفت اديك اعترفت على نفسك انك مش محترم ونيتك مش كويسه. انت ما شفتش روحك بتبص لي كيف اول ما رفعت النقاب؟ يخرب بيت عقلي، هو ما حدش فاهمك ولا ايه يا نوار؟ احنا مش في البيت لوحدنا، امي معايا، هو دلوقتي هتيجي على الصوت وهتبقى فضيحه بحد. يعني الناس دي اللي هتيجي الصبح تبارك اقول لهم ايه؟ شفت وشك بس؟ ده هتبقى عيبه في حقي. هو انت عاوز تشوف اكتر من كده قليل الادب كمان؟ هو ده اخرك عندي اصلا. في اللحظه دي قربت والدته باستغراب، وهشام حس بتوتر وحرج. هو في ايه يا ابني مال؟ واقف كده ليه؟ ده انا سامعه صوتك من تحت. هو انت زعلت مرضك من اولها يا ابني؟ ده البت يتيم وعمك وصاك عليها. نوره فتحت الباب وقالت باستنجاد: امك قالت لك بنفسك بدل ما تحميني عاوز مني قلة ادب؟ شوفي تربيتك يا خالتي. هاشم وشه احمر بحرج معرفش وقالت بتفهم: طب انزل انت تحت شويه اعمل اي حاجه وسيبها لها افهمها. الظاهر اخواتها نسوا يفهموها اللي بيحصل في اول ليله. وبعد مرور 3 اسابيع جمالات كانت قاعده متضايقه من نظرات بدر الهنادي، وقالت بغيره: هي اختك تقى هتعمل فيها عروسه كتير ولا ايه؟ من ساعه ما جت ولا شفتها ساعدت في الدار. ما انا بعمل لك كل حاجه بنفسي يا ماما، ولو حاجه ناقصاكي قوليلي. خلي بالك بس من جوزك يا عروسه، بدل ما انت مركزه مع الكل الغريب والقريب وناسيه جوزك اهم واحد. هنادي حاولت ما تبصش على بدر اللي كان متضايق فعلا، لكن مش بيبين، لان كان بالنسبه له كفايه اللي متجوزها بعد ما كان بيحبها من بعيد. وبنروح عند قاسم كان ماسك ظهره بقلم وبص بغيظ على تقى اللي كانت عماله تحط المانيكير ببرود. مالك يا جوزي؟ اللي بيوجعك سلامتك؟ معلش هي نومة الارض كده صعب على اللي ما بيحسش ولا عندهم دم. خلي بالك انا مش هفضل مستحمل اسلوبك المستفز ده كتير. ها هو اعملي حسابك المره الجايه هنام على السرير وانت تخرجي في اي حته ان شاء الله حتى جنبي. انا مش عارف خايفه من ايه يعني؟ ده انت والله ارجل من واحد صاحبي اعرفه. مش فارق لي رايك، بكره ان شاء الله لما اتجوز اللي يقدرني بجد ساعتها هو بقى هيعرف اذا كنت ارجل من واحد صاحبه ولا ست بجد. قاسم اتعصب قوي من الكلام وقرب منها بغضب وقال: قسما بالله يا تقى لو سمعتك بتقولي الكلام ده تاني هدفعك التمن غالي. انا عمال اعدي واقول برضك انا اللي غلطان، وعشان كل شويه تهدجيني انك هتقولي لبابا على اللي سمعتيه، لكن ربنا يعني من ساعه ما اتجوزتك وانا قطعت علاقتي بيها، هو برضك مفيش فايده في دماغي. ما تضحكش على نفسك، انت لولا انك سمعت واحد جنبها ورجولتك نجحت عليك كان زمانك دلوقتي مكمل معاها عادي. هو انا اللي بتوجع فيا، فاللي بعمله فيك ده قليل على الوجع اللي انا حاسه منه. قاسم سكت وما ردش عليها، وهي ابتسمت بس بسخريه وبحزن وسابته. وبنروح عند هنادي كانت قاعده سرحانه، وفجاه حست بحد بيقعد جنبها فقامت بفزع. بعدها لك يا هنادي، هو انا كل مره اقرب منك هتعملي كده يا بنت الناس؟ انا دلوقتي بقيت جوزك وليا حقوق عليكي وما ينفعش اللي بتعمليه ده. انا كاتم في قلبي ومش راضي اقول لابوي ولا لاي حد. هو ايه اللي ان شاء الله مش قادر تقول لابوك ولا لاي حد؟ هو انا كنت قصرت معاك في ايه؟ ما انا شايلاك انت واهلك شيل فوق دماغي
عاوز اكتر من كده ايه؟ عاوزك انت يا هنادي، مش عاوزك تطبخي لي ولا تكويلي هدومي ولا تغسلي لي حتى اي حاجه. في حاجات تانية اهم من الجواز، واللي انا كنت بحلم بيها من اول ما عرفت ان انا هتجوزك. ايوه انا بحبك يا هنادي ومن زمان، لكن على رأي اخواتي انت مش معبراني اصلا. حتى لما اتجوزت غيري اتوجعت قوي، بس برضك كان لسه عندي امل تكوني ليا حتى بعد ما جوزك مات. مش قادره تنسيه وتركزي معاه. هو انا ما استاهلش اتحب زيه؟ هنادي اتصدمت من كلامه وما عرفتش تقول ايه، وبدري بص لها بيأس وضيق ومشى. مر اسبوع وطوقة كانت واقفه في تردد، مش عارفه تلم هدومها وتروح فين، لانها صممت على الطلاق. مش كرامتك نجحت عليكي وقلتي هتتطلقي بعد شهر؟ ادي الشهر عدى، مستنيه ايه عشان تمشي؟ طب ما هو شكله كويس معاكي، كفايه انه صابر على جنانك لحد دلوقتي. مش يمكن ربنا هداه فعلا واتغير؟ ليه ما ادهوش فرصه تانيه؟ تقف اللحظه دي بدات تفكر فعلا في الفرصه التانيه، لكن لمحته وهي في البلكونه بيتكلم مع واحده، ومن شكلها ولبسها عرفت انها حبيبته. ساعتها حست بوجع قوي في قلبها، ودخلت جري تدور على اخواتها اللي اتفاجئوا بيها بتعيط بالشكل ده وبتقول انا عاوزه اتطلق منك وحمشي ومش هقعد هنا دقيقه واحده. طب اهدي، هو بطل عياط. انا كنت جايه اقول لكم خلاص عمنا رجع لنا حقنا لما لقى نفسه قرب يموت وربنا ابتلاه بالمرض الوحش، يعني نقدر دلوقتي نروح دارنا عادي. وانا يعني بنت البطه السودا والله لا اعمل خناقه مع هاشم وهغضب معاكم ومش هسيبكم، هو بنروح في بيتهم. انت ايه اللي خلاكي تسيبي بيتك من غير ما تقولي؟ طب اختك وفهمنا زعلت ليه؟ انت مالك انت ونوره بتغضبوا معاها ليه؟ طبعا ما صدقت عشان تتطلقي وتخلصي مني اول ما عمك رجع لكم حقكم. ما تظلمنيش يا بدر، انا من ساعه اللي حصل وانا حاسه بالذنب ناحيتك، بقيت طول الوقت اشوفك بتعاملني حلو وعمرك ما رفضتي لي حاجه، رغم ان انا عمري ما اديتك وش حلو، وده خلاني اتاكد انك بتحبني وما استاهلكش. انا اللي حدك تستاهليني ولا لا؟ هو بعدين فكرك استنيتك كل الوقت ده كله حاجه دلوقتي واقول لا؟ ما كلامك ده اللي بيوجعني اكتر يا بدر، حقك عليا، سامحني مش هعمل كده تاني والله، بس اديني فرصه تانيه وانا هقدر النعمه اللي بين ايديا فعلا. بدر ابتسم اخيرا وقال بامل افهم من كلامك انك عاوزه ترجعي فعلا معايا، والمره دي هتنسي اللي فات وتبداي صفحه جديده معايا. هنادي هزت راسها بخجل، وبدر ابتسم قوي وطلب منها تلم حاجتها وهو هيستنيها بره، وخد بنتها معاه علشان يلعبها شويه في العربيه لحد ما تجهز نفسها. وبنروح عند نواره وهاشم. سيب ودني بقى، هو انا عيله صغيره قدامك عشان تعاقبني بالطريقه دي؟ والله لقول لعمي فهد عليه يا قليل الادب. ما هو انا فعلا بتعامل مع عيله صغيره، من ساعه ما جيت سالتك انا عملت لك حاجه وحشه قلت لي لا. طب بتغضبي ليه مع اخواتك؟ تردي رد مستفز زيك وتقولي لها بغير جو معاهم عشان ما بقاش انا الوحيده اللي مش غضبانه. ايه بتغزي العين يعني؟ تحترم بقى نفسك شويه، يعني عاوزني اقعد انا الوحيده واخواتي الاثنين هيتطلقوا وانا حاسسهم بالحسره ان انا معايا زوج ما فيش زيي بيعمل اللي انا عاوزاه رغم اني مطلعه عين اللي جابوه؟ ما يصحش طبعا. يا بنت ما تحرقيش دم اكتر من كده، عارفه لولا ان قلبي اتعلق بيكي وحبيتك كنت طلعت عليكي القديم والجديد من ساعه ما اتجوزتك، بس اعمل ايه؟ بحبك للاسف. وانا كمان بحبك على فكره، بس بصراحه انا غضبت لسبب تاني اتكسفت ان انا اقول لك عليه. انا حامل بسبب عمايلك معايا يا قليل الادب. طب يلا روحي لم حاجتك. وايه حامل؟ يخرب بيتك، هو غضبان عشان مكسوفه تقولي لي؟ مش بقولك متجوز طفله وربنا؟ نوره اتفاجئت بيه ابتسم قوي بفرحه وقرب منها يحضنها بحب وسعاده، وهي حاولت تكسر خجلها وتتفاعل معاه. وبنروح عند قاسم وتقف. هي تقف؟ حرام عليكي دوختيني وراكي في الدار، هو انا هفضل الف حواليكي كتير كده؟ والله العظيم ما خنتك، اسمعيني. لا كذاب، خنتني ومتحاولش تنكر عشان انا شفتها بعيني وهي معاه. عرفت بقى ان انت كذاب وعمرك ما هتتعدل، واللي فيه ده مش بيبطل صحيح يا شيخ. سبحان الله، في نفس الوقت اللي كنت بفكر اديك فرصه تانية بس ربنا كشفك على حقيقتك قدامي. بجد يا تقى؟ يعني انت كان ممكن تديني فرصه تانية وتسامحيني؟ قلت كنت، بس قبل ما اشوفك مع الهانم في دارك للدرجه دي مش قادره على بعدك وجايه لك لحد عندك. على العموم بقى اشبع بيه، مش انا برضك شبه واحد صاحبك
هو انت ما عندكيش مرايات ولا ايه؟ بذمتك القمر ده شبه واحد صاحبي برضك. هو انا في حاجه جبراني على عمايلك السودا معايا غير ان انا مش بقدر اقف قدام وشك الجميل ده واقول لك لا على حاجه؟ برضه مش هتاثر بكلام، انا كرامتي فوق كل شيء. ولو ما تهدي بقى شويه، هو مين اللي قالك اصلا اني خدتك؟ هو انت كنت سمعتيني المره دي؟ انا كنت بقول لها خلاص، انت بس كل اللي شفتي انها واقفه معايا بس. عرفتي بقى بتقولي ايه ولا انا برد عليها اقول لها ايه؟ لو كنت ساعتها سمعتيني او سالتيني كنت هقولك انها جايه تلعب عليا تاني، بس انا رفضتها وقلت لها ان انا بحب مراتي ومش هرجع لها خلاص. تقى سكتت شويه لكنها بعد كده قالت برفض، والمفروض بقى اصدق الكلمتين دول صح؟ قاسم اتنهد بضيق ويأس منها وطلع لها التليفون عشان يوريها رسائل ومكالمات بصوتهم وهي بتتحايل عليه يطلقها ويرجع لها، لكنه مصمم انه بيحب مراته وخلاص بعد ما لقى معاها الحب الحقيقي ما عنديش مانع. مستحيل يرجع لها تاني. ها، اتأكدتي بقى من كلامي ولا لسه مش مصدقاني؟ تقى بصت بتوتر وخجل وما ردتش وهو قرب منها وقال بحب، يعني بذمتك في حد يبقى معاه الغالي